السلام عليكم، مرحبا بكم. تنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفه جديده بزاف، واحد الفطيره من اروع ما يكون بثلاثه الحشوات في مره واحده. عندنا الدقيق والعجينه، غتكون غير العجينه ديال المسمن. انا درت 300 غرام ديال الطحين مع شويه ديال المعلقه صغيره ديال السنيده، معلقه صغيره ديال الملحه والماء لا غير. غادي نخلطوا العجينه مزيان. العجينه ديال المسمن غتكون مدلوكه مزيان ومتماسكه. بعد ما غنعجنوها وندلكوها كلشي تيعرف فيها شنو هاد العجينه. غادي نكوروها الكويرات وغادي نخليوهم يرتاحوا مزيان واحد نص ساعه تتولي. غادي نسرحوا العجينه ديالنا بهذا الشكل وغادي ندهنوها بواحد شويه. غادي ندوبوا الزبده نخلطوها مع شويه ديال الزيت نباتي. هذا الزيت هو اللي تيخلي لنا الفطيره غادي تجينا مقرمشه مزيان. غادي ندهنوها مزيان بالزيت وغادي نحطوها في شي طبسيل ولا بلاطو ولا على هذا الشكل هذا. غادي نمشيو للثانيه حتى هي غنديرو لها نفس. غنديرو وحده فوق وحده وحده فوق وحده حتى نكملوهم بربعه. واللي بغى الفطيره تجي كبيره بزاف غادي يضوبل المقادير. انا درت على حساب فطيره ما كبيره ما صغيره. وهاد الحشوه غادي تكون فيها ثلاثه الحشوات مره واحده. غتكون عندنا بطاطا مسلوقه منسمه بالتوابل، وغادي تكون عندنا عاوتاني سبيناتشي زيبينار مشحرين مع الزيت البلدي والملحه والتحميره. نتوما غادي تشوفوا الطريقه. بعد ما غنشدوا هاد العجينه بعد ما سرحناها على هاد الشكل، انا درت 4. غادي نخليوهم نغطيوهم بلاستيك غذائي على هذا الشكل وغادي نخليوهم يرتاحوا واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه. بعد نكملوا التطبيق. بعد ما قرصنا العجينه ديالنا وخليناها ترتاح، غادي نمشيو واحد المقله. غادي نوجدوا الحشوه. غادي نديروا واحد بصله صغيره، غادي نشحروها مزيان. غادي نشحروها مزيان حتى تطيح. ملي غادي طيح لينا هاد البصله غادي نزيدو عليها هاد السبانخ. انا درت غير القياس، اللي بغى كثر يدير كثر. غادي نزيدو عليها السبانخ. غادي نزيدو عليها شويه ديال التحمير. غنتبلوهم. عندنا شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره حاره وشويه ديال الكمون. بعد ما تحمرات لينا هاد البصيله غادي نزيدو عليها هاد السبانخ ديالنا وغادي نحركو واحد التحريكه ولا جوج تحريكات ولا 3 حتى تدخل هاد المذاق ديال البصله هاد السبانخ او الزيتينات. دابا غنزيدو عليهم شويه ديال البزار، غير شويه ماشي بزاف. شويه ديال البزار، شويه ديال الفلفل الاحمر، غادي نزيدو عليهم شويه ديال الكمون. غادي يجيكم غريب هاد السبانخ مع هاد السليله، ولكن غادي يجي لذيذ. غادي تجينا واحد الفطيره من اروع ما يكون. غادي نحركوهم غير شويه شويه. ونسيت الملحه، غندير واحد شويه ديال الملحه. هذه هي الحشوه الاولى ديالنا طابت. دابا غادي نمشيو للحشوه الثانيه ديال البطاطا. هذه الحشوه الثانيه درت شويه ديال زيت الزيتون مع واحد معلقه ديال الثومه محكوكه. غادي نديهم ونجيبهم. تطلق ليا هاد الثومه في زيت الزيتون الريحه مزيان. عاد غادي نزيد عليها هاد البطاطا اللي قطعت مسلوقه. بطاطا مسلوقه سلقتها من قبل ونشفتها مزيان، سلقتها بجلودها مقشورها وخليتها تسقطرات مزيان ونشفات وقطعتها طريفات. هي اللي غادي ندير بهاد مع هاد الزويته هادي اللي فيها الثومه. وعاد غادي ندير ليها شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون
واللي بغى يدير سميت دابا. المهم اكتفيو على هاد المقادير: الملحه، البزار، الكمون، شويه ديال التحميره، ونحركوها مزيان. بغيتي ديروها معجونه ديروها تقطعوها مزيان، يعني تعجنوها بالفورشيط. ما بغيتوش خليوها طريفات صغار، المهم تقطع طريفات صغار. انا غادي نكمل هاد الحشوه وغادي نسمها بالتتبيله: البزار، الملحه، الكمون والتحميره وشويه ديال الحار. ديك التحميره الحاره تتكون حمراء وحاره شويه، غير شويه على حسب الذوق. وها هاد الحشوه الثانيه ديال البطاطا ديالنا هي وجدات: ملحه، البزار، شويه ديال التحميره، الكمون. غادي نحطوها في واحد الطبق حتى تتبرد. دابا عندنا الحشوه الثالثه هي هاد الجبن. هاد الجبن انا تنشري هاد الماركه ديال اوروسبين. وبالنسبه للاخوات المغرب، اي جبن كان يكون على شكل هاد الشكل هكا، يتنشف مزيان من الماء ويدار. اللي بغى يديرو مع المعدنوس يديروا، اللي ما بغاش يديروا هكا احسن. بعد ما ارتاحوا لنا السمنه ديالنا غادي نبداو دابا نورقوا فيهم وحده بوحده. هما لصقوا كاع العجينه، راه ولات مطلوقه بزاف. غادي نستعنوا بشويه الزيت، غادي نسرحوهم غير بشويه. خاص العجينه تجينا رقيقه بزاف بهاد الطريقه باش تعطينا واحد النتيجه من داك الشرفيع. يجي تجينا الفطيره ديالنا رقيقه وزوينه بزاف. شفتوا العجينه كي دايره منبله غير بوحدها. ضروري ما نسرحوها مزيان على هذا الشكل، نجبدوها مزيان مزيان. غادي نبداو. انا غادي نحيد هاد الجوانب، غادي نقطع هاد الجوانب اللي بقاو غلاط مزيان. فين ما سطو شي بلايصه جاتكم غليظه ولا هادي حيدوها. غادي نرش واحد الرشه خفيفه بالزبده وواحد الرشه خفيفه ديال النشا باش تجينا الفطيره مقرمشه مزيان. دابا غادي نديرو الحشوه ديال الزيتونه اللي هي الاولى. غادي نديروها بهذا الشكل. بعدا غادي نتنيو العجينه واحد الثنيه في الاول، واحد سنتيم غنتنيوه بحال هكا. عاد غادي نحطو الحشوه ديالنا. تنتمنى التصوير يكون واضح بهذا الشكل. وغادي نلويو على هذا الشكل هذا. واخا العجينه تشرد راه ماشي مشكل، راه رقيقه غادي تلوى وغادي تعطينا النتيجه مزيانه. وما غاديش نكرو ديك اللويه اللي تنلويو ما نكرفوهاش بزاف. الا جاتكم هاد العجينه الزائده الاخرى حيدوها الطريف هذا باش ما يجيناش الفطيره معجنه. هاد الشيء اللي تيكون زائد نحيدوه. ونلويو على هذا الشكل حتى الاخير. نحيدو هاد القنيت هذا ونلويو على هذا الشكل. غير اللويه ما نكرفوهاش بزاف بهذه الطريقه. ونجيب الصينيه ديالي او الطاوه فين ما بغيتو ديروها. انا غادي نديرها في الطاوه هذه. هذه هي الثانيه. غادي نرش واحد شويه ديال الزبده، غير شويه باش ما تجيكمش مزيته بزاف. واحد الرشه خفيفه ديال النشا شويه. وغادي ندير الحشوه الثانيه تاعتي هي هاد البطاطا.
هاد البطاطا تجي من اروع ما يكون، خصوصا مع ديك شويه ديال السودانيه اللي درنا فيها، تتجي رائعه. تقريبا هاد الفطيره كلشي تيعرف يديرها. المهم اي حاجه سطوها زائده غليظه حيدوها، شي شويه ديال العجينه زائد حيدوه باش تجيكم بحال الرغيف تقريبا، تكون النتيجه رائعه. انا غادي نلوي على هاد الطريقه، غير اللويه ما تكلفوهاش. فين ما لقيت الزائد بحال هذا سنحيدو بحال هذا الشكل، نحيدو ونلوي. غادي نلوي حتى للاخير. غادي نجيب هاد البودان ديال الوسط وغادي نلوي على هاد الشكل. غير ما تكرفوش اللويه، نخليو شويه ديال الفراق ما بين اللويه واللويه باش تدخل العافيه هنايا وتجينا طايبه. دابا غادي نلصقو، غادي نجيو للصينيه ديالنا، غادي نلصقو هاد الجهه هذه اللي لصقنا في اللوي ونلوي على هاد الشكل. ضروري هاد البودان يجي مع البودان الاخر. غادي يجينا هاد الشكل هذا. قالت لينا دابا بقاو لينا جوج، جاوكم جوج ديروا جوج، جاوكم ثلاثه مسمنات فطيره وحده ديروهم، جاوكم ربعه ديروا ربعه على حساب. هذه هي الثالثه. غادي نرشها بواحد شويه ديال الزبده، غير شويه ما تكثروش باش ما تجيكمش نيدمه بزاف. غادي ندير واحد الرشه خفيفه، رشه خفيفه ديال النشا. دابا غادي ندير هذه هي الثالثه اللي فيها الجبن، الحشوه الثالثه. الا بغيتي ديروا هذا الجبن هكا هي هذيك، ما بغيتوش تقدروا ديروا المعدنوس تقطعوه مزيان وتخلطوه معاه. انا غادي نديرو غير هكا. اي جبن يكون قاصح شويه شاد في راسو. ونلويو. تقدروا قبل ما تلويو هاد اللويه الاولى تنيو العجين واحد التنيه ديال واحد السنتيم ولا جوج عاد تبداو تلويو. غير ما تكرفوش اللويه. وغادي نكمل كما درت الاخرى. دابا غنهزو هاد البودان اللي درنا للخل، غادي نزيدو هاد الراس مع الراس ونلويو باش نكملوا. هذه هي الرابعه، انا درت غير ثلاثه ما غاديش ندير ربعه. غادي نكمل حتى الرابعه، غادي نعمرها بالفرماج. ما بقاتش هي الحشوه، غادي بقات ليا هذه السمنه الرابعه، غادي نعمرها بالفرماج الاحمر. نكمل الدوره ديال الفطيره ديالنا. بقات ليا هذه الاخيره السمنه الرابعه، غادي ندهنها بشويه ديال الزبده كيف ما العاده، غير شويه باش ما يجيكمش الفطيره مزيته. رشه خفيفه. هذه غادي ندير فيها الفرماج الاحمر محكوك. غادي يجينا الذوق، غادي يجينا المذاق من داك الشيء الرفيع. جربوها وتفكروني. صدقوني هاد الفطيره من ألذ ما يكون. هاد الحشوه الثلاثه اي جانب لقيتو غليظ ديال العجينه حيدوه. باش تجيكم بحال الورقه ديال البسطيله تماما.
ومن بعد ما غادي نكملوها قبل ما ندخلوها للفران ما غادي ندهنوها لا ببيض لا والو، غندهنوها غير بالزبده وصافي. هاد القنيشات اللي تيجيوكم دايرين ما ديروهمش. هذا هو الراس الاخير، غادي نزديو هذا الراس مع الراس بهذا الشكل وندورو بهذا الشكل هذا. وهذه هي الفطيره تاعنا بعد ما كملناها، درنا فيها 4. غادي ندهنها بالزبده والفران تيسخن على 180 درجه. غادي نقص منه شويه وندخلها على 160 ونخليها تحمر من الفوق ومن التحت حتى تطيب مزيان وتورق. عاد نخرجوها نتلاقاو في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديالنا بعد ما خرجناها من الفران. صدقوني ولا اروع، لذيذه وبنينه. دوك الحشوات 3 اللي درنا فيها صدقوني راه الا جربتوها ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. الا عجبكم الفيديو تقسموه مع الحباب والصحاب مع جميع الاصدقاء. ما تنساونيش من اللايك وتابوناو. الله يجازيكم بخير. وتنشكر اي اخ واي اخت دخلت عندي القناه ديالي وتابونات معايا، الله يجازيها بخير. وديروا هذه الوصفه راها لذيذه بزاف ومن داك الشي رفيع. دابا باش نقطع معكم راها سخونه بزاف، غنوريكم غير واحد طريف قرميشه راها من داك الشي رفيع. صدقوني سمعوا التقرميشه ديالها راها لذيذه بزاف. جربوها مع سخون، ما نقدرش نقطع. غادي نديرها دابا في طبق تقديم وغادي نوريها لكم ان شاء الله بالكل. وهذا هو الشكل ديالها لذيذه وبنينه. جربوها ما غاديش تندموا عليها. شكرا على حسن المتابعه والصحه والراحه. الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم مع كويزين جيهان. اليوم غنحضر معكم واحد الطورطه كريميه. لاباز ديالها هو دانون، ياغورت ديال دانون بالفاني. تتجي من داك الشي رفيع لذيذه وهشيشه رغم انها بسيطه. واحد الجبانيه غادي ناخذ 2 البيضات، غادي نفصلوا الصفر على الابيض، غادي نخدموا بالاصفر. غادي نزيدوا عليه واحد 70 غرام ديال سكر سنيده. غادي نحركوه مزيان تيولي مرغوي ويتبدل ليه اللون ديالو. حرك مزيان وغنزيدوا عليه واحد القبصه ديال الملح. ضروري يتخلط مزيان. بعد ما نخلطوه مزيان والسنيده من الاحسن تكون ديك السكر السنيده يكونوا الحبيبات ديالو يكونوا رقيقين باش يذوب لكم دغيا. غادي نزيدوا عليه واحد 80 غرام ديال الزبده مع التحريك المستمر. انا درت واحد القبصه ديال الملح. من بعد عندنا 2 الكيسان ديال الطحين فرينه بعد ما غربلناهم مع 8 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. غادي نزيد واحد قشور ديال الحامضه، لوزاس ديال الحامض. غادي نحرك مزيان. دابا غادي نزيد الكاس الاول ديال الفرينه. غادي نحركو غير بواحد سباتيل بحال هادي، ما غاديش ندلكوها ما والو، غادي غير نجمعوها مع 8 غرام ديال الخميره، خميره الحلويات. غادي نزيدو 8 غرام يعني تقريبا معلقه صغيره. ونحرك. غادي نزيد الكاس الثاني تقريبا 200 غرام ديال الطحين. غادي نبقى نجمع فيها غير بهاد السباتيلا حتى نجمعها كامله. من بعد غادي نقسم العجينه على 2 كويرات. العجينه ما خاصهاش تدلك غير تجمع. غادي نجمعها بيدي من الاحسن.
غير بصباعي بهذه الطريقه. بعد ما جمعت العجينه قسمتها على جوج كويرات، كره كبيره وكره صغر منها. غادي نغطيهم بلاستيك غذائي وغادي نخليهم نص ساعه في الثلاجه بهذه الطريقه. وحده غادي نصرفوها واخرى هي اللي غادي نديرهم في الثلاجه حتى يرتاحوا نص ساعه. وغادي ندوزو دابا للمرحله الثانيه. دابا غناخدو غادي نصاوبو لا مورين ديالنا بهذا الابيض البيض اللي خلينا. غادي نطلعوه مزيان الحال. غنبقى نزيد السكر غير بشويه بشويه، 70 غرام ديال السكر سنيده. بعد ما طلعت لا مورين ديالي خاصها تكون على هذا الشكل، غادي نزيد عليها واحد 2 المعالق ديال كبار ديال الفرينه. بعد ما غربلتهم 2 معالق حتى ل3. وغادي نزيدو عليها هذا الخليط ديال 400 غرام ديال دانون. بغيتو تخلطوا هاد العناصر كامله بالباتور، هاد الباتور هذا ما بغيتوش تخلطوهم غير انا غادي نكمل غير بالسباتولا من التحت للفوق من التحت للفوق حتى نخلطوا العناصر كامله مع بعضياتها. غادي ناخذ واحد المول ديال 22 سنتيم. اللي دار دانون على حسب اللي دار هاد ياغورت ديال الفاني بلا ما يدير السكر بزاف، ينقص من السكر لانه هو حلو. وحتى التنسيم يدير غير قشور الحامض بركه. وهاد الياغورت ديال الفاني راه فيه مذاق زوين رائع، تيجي زوين في لي طوطات بحال هكا. بعد ما دوز نص ساعه العجينه ديالنا اللي درنا في الثلاجه تتبرد غادي نخرجوها باش غادي نكملوا التحضير ديال هاد الطورطه اللذيذه السهله رغم انها بسيطه، ولكن راه تتجي كريمي من داك الشرفه. من بعد ما بردات لينا العجينه ديالنا خرجناها من الفريغو، شدينا هذا هو المول اللي غادي ندير ديال 22 سنتيم. غادي نسرح بعد ما دهنته بالزبده وغبرته بشويه ديال الفرينه، غادي نسرح العجينه تاعتي كلها على هذا المول بهذه الطريقه. ضروري ما ديروا معها الخطر، نسرحوها كامله على المول وغادي نتلاقى معكم. بعد ما سرحتها غادي نحاول نقادها مزيان بواحد الراس ديال المعلقه باش تجيني كلها متساويه. بغيتو تطلعوا هاد الجنيبات تطلعوا العجينه باش ما تخرجش لكم الكريمه، ولا كان تيعجبكم تشوفوا الكريمه خارجه حتى من الجناب يمكن لكم بلا ما تطلعوا هاد الجوانب هذا. غادي نبسطها مزيان بالمعلقه باش تجيني كلها حجم واحد، ما تجينيش جهه غليظه ولا رقيقه. بعد ما بسطت العجينه ديالي على هذا الشكل وغادي نفرغوا هاد الكريمه الوسط. بغيتو ديروها حتى للجوانب ديروها بهذا الشكل. صدقوني هاد الطورطه راه كلشي تيعرفها رغم البساطه ديالها، راه تتجي بنينه بزاف ولذيذه وكريميه من داك الشرفه. نتمنى الا عجبكم الفيديو شجعوني بلي لايك ديالكم ولي كومونتير
واللي اول مره تيشوف هذه القناه يضغط على زر الاشتراك ليصله كل جديد. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه. دابا غادي نشدو هذا الكره تاعتنا الصغيره اللي خلينا، هي اللي غادي نحكو من الفوق. غادي نحكوها كامله على الطورطه، هي اللي غادي تجي في الوجه. الفران تيسخن على 180 درجه. غادي ندخلوها تقريبا 35 دقيقه حتى 40 ونخرجوها، وغادي نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. ضروري ما تغطى كامله، الجوانب والوسط. انا غادي نكمل على هذه الطريقه حتى نكملها وندخلها الفران ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. هانتوما بعد ما كملتها انا غادي ندخلها الفران. هذا هو الشكل ديالها فاش تكون في الفران، تتكون من داك الشيء رفيع، تتشهي واعره من داك الشيء. هذه هي الطورطه تاعتنا بعد ما خرجناها من الفرن 40 دقيقه، تتجي من داك الشيء رفيع رغم البساطه ديالها، راه تتجي لذيذه بداك وكريميه من الداخل بداك الخليط ديال الياغورت اللي درناه مع لاميغين، تتجي من داك الشيء رفيع. انا هاد المول ديالي فيه 25، جاتني شويه محذوره. الا بغيتوها تجيكم منفوخه وعاليه ديروا شي مول تكون فيه 22 سنتيم، هذا راه فيه 25، جاتني شويه هابطه، ولكن تتعجبني انا الطورطه تكون شويه رقيقه. المهم تتجي زوينه وهذا هو المهم. المذاق ديالها رائع. غادي نقطع معكم دابا واحد المورصو باش نوريكم كيفاش جات. قبل ما نقطعوها غادي نغبروها بواحد شويه ديال السكر ثقيل، اللي بغى اللي ما بغاش ما يخليها غير هكا عاديه، تتجي زوينه. الشكل ديالها تيبان زوين. انا راه حمرتها مزيان. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. هو المذاق تيجي رائع. غادي نقطع واحد الطريف مع بعضياتنا. بسم الله. تجي فيها ديك لاكريمه لداخل زوينه بزاف وبنينه بداك المذاق ديال الياغورت، تيجي زوين بزاف. هذا هو الشكل ديالها كتجي من داك الشرفيع. الا بغيتوها تجيكم غليظه طالعه ضروري ما ديروا المول فيه 20 سنتيم ولا 22 سنتيم. انا راه المول ديالي كبير فيه 25، داكشي باش جاتني هابطه. راه تجي زوينه من داك الشرفيع. شوفوا الكريم كي تجي عاقده وزوينه. الا عجبكم الفيديو شاركوه مع الحباب والصحاب، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. شكرا على حسن المتابعه. الى فيديو اخر ان شاء الله، وبالصحه والراحه. رمضان مبارك. السلام عليكم، مرحبا بكم. تنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم معكم واحد الوصفه ديال الدنجال ولا اروع من داك الشيء الرفيع. عندنا واحد 2 حبات ديال الدنجال كبار تقريبا كيلو الا ربع. عندنا هاد المطيشه الصغيره، عندنا الفلفله حاره، عندنا بصله، عندنا مطيشه مقطعه طريفات، وعندنا مطيشه محكوكه شي 2 مطيشات ولا 3 باش غادي نديرو لاصوص، وعندنا اللحم المفروم. دابا غادي نمشيو للطريقه. هاد المقله ديالنا غادي نديرو فيها زيت الزيتون. بعد ما تتسخن غادي نحطو فيها هاد الكفته ديالنا اللحم المفروم. تقريبا درت انا 500 قل من 500 غرام، اكثر من ربع على حساب الحبات ديال الدنجال اللي عندكم. غادي نزيد زيت الزيتون. غادي نشد هاد الكفته ديالي، غادي نخليها تحمر شويه من التحت، ومن الاحسن تكون هاد الكفته هذا اللحم يكون فيه شويه، يكون ميدم، تكون فيه شويه ديال الشحمه باش تجيكم الوصفه لذيذه وبنينه بزاف. غادي نشحر، ما نبقاوش نقلبوها بزاف، نخليوها تحمر من التحت، نحركو غير تحريكه وحده ونزقاو باش الكفته ما تطلقش لينا داك الماء ديالها. صدقوني هاد الاكله تجي رائعه. غادي نديروها في الفران غتجي لذيذه. الكفته ها هي تتسخن. من بعد غادي نشدو هاد 2 حبات ديال الدنجال ديالنا، غادي نقطعوا ليهم هاد الجهه غير شويه، هاد الجهه اللورانيه
ونقطعوا ليهم هاد شويه هاد الطربوش اللي تيكون لقدام هذا. بعد ما غسلناهم ومسحناهم غادي نقيوهم واحد شويه من هنايا على هاد الطريقه. نجيو للجهه الاخرى نديرو لها هكا، نجيو لهاد الجهه نديرو لها هكا. هذه الحبه الاولى. الحبه الثانيه غنديرو نفس الشكل اللي درنا الاولى. هاد الدنجه تيجي لذيذ وبنين من داك الشربيع. انا درت جوج دنجالات كبار لحقاش كل وحده غادي نقسمها على جوج مع كبار، وانتم غديروا على حساب عدد افراد الاسره. غادي نقسموا الدنجاله من الوسط بهذه الطريقه على جوج، وغادي نحاولوا نفرغوها من الوسط، ما نفرغوهاش بزاف، غير شويه. نحيدوا لها هذا اللب بحال هذه الطريقه بهذا الشكل هذا. ما تحاولوش تضيعوه بزاف. والدنجال الا بغيتو تعرفوه واش زوين وراه طري وبنين ما يكونش حار، غادي تعرفوه من الوسط. الا كان كله بيض اعرف بان الدنجال راه مخير. انا غنخليه على هذا الشكل هذا. غادي نديرهم كاملين على هذا الشكل بهذه الطريقه. بعد ما فرغنا الدنجال ديالنا خويناه، حيدنا ليه هذا اللب شويه، ما تخويوش بزاف. غادي نشدو زيت الزيتون، غادي ندهنوهم كاملين بزيت الزيتون، غير دهنه خفيفه، لاننا غادي ندخلوه للفران 20 دقيقه حتى 25 دقيقه باش يتحمر. من 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. وبطبيعه الحال غادي نكونوا موجدين واحد البلاطو فين غادي يدخل لينا هاد الدنجال الفران. انا استعملت هذا ديال الزاج يدخل الفران. غادي ندهن هذه حتى هي الثانيه. حنا عارفين زيت الزيتون تيتواسى مزيان مع الدنجال. حيدوا شويه من هذه. وهذاك الدنجال اللي حيدنا ما غاديش نلوحوه، داك اللب اللي حيدنا الاول ما غاديش يتلاح، غادي يطيب حتى هو. تقدروا ديروه وسط الطاوه الا كانت عندكم الطاوه كبيره، دهنوه بالزيت وتدخلوه، لان مازال باقا مرحله اخرى ديال لاصوص وديال بزاف د الحوايج. غادي يجينا زوين هاد الدنجال، صدقوني انا تنتمنى غادي يعجبكم 100%، وغادي ديروه وغادي تجربوه. انا غندهن هادو كاملين وغادي ندخلهم الفران، راه مشعول على درجه 180 درجه 20 دقيقه حتى 25 دقيقه، ومن بعد غادي نخرجهم ونكمل معكم الفيديو. بعد ما دخلنا الدنجال ديالنا للفران تيتحمر واحد ثلث ساعه حتى 25 دقيقه. دابا غادي نجيو للمقله ديالنا اللي درنا فيها الزيت واللحم المفروم، 400 غرام 500 غرام على حساب كله، على حساب المستطاع ديالو. خلينا ديك الكفته حتى تشحرات شويه وتحمرات واحد شويه. دابا غنزيدو عليها واحد البصله صغيره مفرومه ونخليوها تشحر مع هاد البصله مزيان. غادي نزيدو عليها شويه ديال الابزار، شويه ديال الابزار. نكثر شويه الابزار عندنا شويه ديال الابزار، وعندنا شويه ديال بابريكا اي فلفل الاحمر، وعندنا شويه ديال الكمون. الكمون راه تيلذذ، غادي يجي تيتواتى مع الدنجال. غادي نحركوا هاد العناصر مزيان ونخليه ديك ما نطفيو عليه حتى تولي ديك البصيله تولي مذهبه، يعني ما نبقاوش نحركوا بزاف، غير شويه شويه. وبطبيعه الحال ما غاديش نساو الملحه. انا غندير الراس ديال المعلقه صغيره، واللحم على حساب عدد افراد العائله. ويمكن لك ديريها حتى بلا لحم مفروم، غير بهاد القامه. غادي نزيد واحد شويه ديال الثومه محكوكه، الدجاج تيبغي الثومه. ونبقى نحرك غير بالراس ديال المعلقه ديال المغرفه ديال العود. عندنا المعدنوس ما غادي نديروه حتى المرحله الاخرى،
من بعد ما غادي تحمر لينا هاد البصيله ديالنا غادي نزيدو عليها واحد المطيشه ولا جوج على حساب الدنجه اللي عندنا. غنزيدو عليها واحد المطيشه مقطعه طريفات صغار على هاد الكفته ديالنا. صافي تحمر لينا البصله ويدخلها الطياب. بعد ما تحمرت لينا البصيله ديالنا على هاد الشكل غادي دابا غنزيدو عليها هاد جوج مطيشات اللي قطعنا ولا مطيشه كبيره على هاد الكفته ديالنا، وغادي نخليوها طيب معاهم. والحار بطبيعه الحال انا درت واحد شويه ديال السودانيه ودرت واحد الراس، لان الدنجال حتى هو تيبغي الحار، تيبغي الكمون، تيبغي الثومه، تيبغي السودانيه على حسب الاذواق. علاش ندير فيه الحار، حار والثومه والخرقوم السكينجبير، جميع التوابل، السكينجبير والبزار والخرقوم والكمون والملحه وشويه ديال الثومه والسودانيه. دابا انا غادي نحرك هذا الشيء، غنخلي حتى تطيب هاد المطيشه ديالتي مع هاد الكفته والبصله، عاد غادي نطفي عليه. بعد ما طابت لي الكفته ديالتي على هاد الشكل تتجي رائعه، الريحه ما نقولش لكم عليها مع ديك البصله والمطيشه. هذا هو الدنجال ديالي خرجته من الفران 20 دقيقه تحمر نص تحميره. دابا غادي نبداو نعمرو في الدنجال ديالنا. هذه هي لاصوص اللي غادي ندير في الجناب ديال الدنجال. حكيت واحد جوج مطيشات كبار ودرت معاهم شويه الثومه، الكمون، البزار، شويه ديال الملحه وشويه ديال السودانيه الا بغيتو، ما بغيتوش بلاش منها. المعدنوس خليته هو الاخر. غادي نزيدو على هاد الكفته ديالتي باش تبقى فيه ديك النسمه زوينه، خليه هو الاخر عندكم. وهاد الطريقه راه كلشي تيعرف يديرها، المعدنوس هو الاخر باش تبقى فيه ديك النكهه تاعو الزوينه. دابا غادي نبداو نعمرو في الدنجال ديالنا. هذا سخون، هذا التبصير. نتمنى هذا التصوير يكون واضح. غادي نخوي هاد لاصوص هي الاولى باش ما نلقاش مشكل. غادي نحيد هذه بين ما خويت لاصوص، عاد غادي نكمل. تقدروا ديروا اكثر من هاد المطيشه، ديروا 4 ولا 3 ولا باش تجيكم لاصوص كثيره على حساب عدد الافراد. انا حنا جوج الناس درت غير جوج دنجالات وقسمتهم، كل وحده قسمتها على جوج. نتوما غادي ديروا على حساب عدد افراد الاسره. ولاصوص غادي تكثروا، ديروا 4 مطيشات ولا 5 ولا. دابا غادي نرجع هذه لبلاصتها وغادي نبدا نعمر. غادي نقسم هاد الكفته كامله على هاد 4 مرصوات ديال الدنجال بهاد الطريقه هذه. صدقوني هاد الوصفه راه تجي رائعه، خصوصا غادي نقدر ندخلها للفران من 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. ورغم ذلك راه تتحضر في اسرع وقت، ماشي شي حاجه تتطلب الوقت ولا. تقدروا ديروها حتى بلا كفته اللي ما عندوش اللحم، على حسب كل ظروفه. نجاو يعمروا بخضره ولا شي حاجه اخرى. تقدروا ديروا في طاوه كبيره اذا كانوا الناس بزاف. المهم هو النتيجه، اللذه تزين داك الشيء. حنا عارفين الدنجال راه زوين، بزاف الناس من عشاق الدنجال تيبغي بهاد الطريقه ديال زيت الزيتون، مطيشه، الثومه. تنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وانا متاكده غادي يعجبكم. الا عجبكم ديروا اللايك وتابوناو، الله يجازيكم بخير. ما تنساونيش من اللايك ومن التعليقات ديالكم الزوينه. دابا غادي ندير نزينو بهاد صوص طوماط سوري، مطيشه صغيره من الفوق بهذا الشكل، تعطينا واحد المنظر زوين.
ابونا والله يجازيكم بخير، دخلوا لهاد القناه شجعوها باش تزيد شويه للامام. باقا شويه متاخره. غادي نديرو هاد الفليفله في الجناب اللي عز عشاق الحار. دابا غادي ندخلو الفران 20 دقيقه ونتلاقاو في الشكل النهائي. اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال البتنجان بعد ما خرجناه من الفران. 25 دقيقه تيتحمر، تيجي ولا اروح. جربوا هذه الوصفه ما غاديش تندموا عليها، لذيذه وبنينه وبطريقه صحيه ما فيش ليدان بزاف. الى عجبكم الفيديو قسموا مع الحباب والصحاب، ما تنساونيش من لايك وتابوناو الله يجازيكم بخير، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس ليصلكم من جديد. وبالصحه والراحه الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم مع كويزين جيهان، مع فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله. نتمنى لكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد تشيز كيك بالحامض، تيجي من داك الشيء الرفيع بطريقه سهله ومبسطه. تنتمنى لي اول مره تيشوف هذه القناه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس ليصله كل جديد. تنشكر كاع الناس الجدد اللي دخلوا عندي القناه وتيشجعوني، الله يجازيكم بخير. نمشيو للمقادير كالتالي. واحد جبانيه عندي 200 غرام ديال البسكويت طحنتو، شي بسكويت يكون نوعيه اللي يكون شويه بنين ولذيذ بحال جولدن، بحال ديت هذا النوع زوين فيه شويه تا هو ميدم. عندنا 200 غرام، عندنا 80 غرام ديال الزبده مذوبه، عندنا كاس تاع الحامض باش غادي نديرو الكريمه ديالنا، الكريمه ديال الحامض، عندنا قشور ديال الحامض، وعندنا الجبن، اي جبن عندكم في الدار اللي كان فيلاديفيا ولا اللي كان جبن ديال الدهن. عندنا فرماج اخر ديال اللي بغيتو، الريكوتا ولا ماسكاربون اللي يعجبكم، اللي بغيتو ديروه. المهم عندنا جوج الانواع ديال الفرماج باش يجينا هاد الشيز كيك بنين ولذيذ. غادي نشدو هاد البسكويت ديالنا ان شاء الله، غادي نرملوه مزيان بهاد 80 غرام ديال الزبده. هاد البسكويت على حسب، الا كان ناشف راه غادي يستغرق يدي لكم زعما كميه كثيره ديال الزبده، اكثر 100 غرام ولا 120 غرام. غادي نرملوه مزيان حتى تيتلبسوا لنا كاع الحبيبات ديال البسكويت. بطبيعه الحال البسكويت بغيتو ديروه في الهاشوار تيولي بودر، بغيتو ديروه في واحد البلاستيك غذائي بحال الصويك غذائي فين تنديروا اللحام ولا شي حاجه، ودقدقوه مزيان بداك المدلك باش نسرحوا العجينه. هاد الشيز كيك بالحامض راه تيجي من ألذ ما يكون، تيجي بنين بزاف. الا جاتكم 80 غرام قليله على حساب البسكويت واش تيشرب ولا ما تيشربش، الا جاتكم قليله زيدوا واحد شويه ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، راه دغيا تذوب مع هذا حرش، دغيا تذوب الزبده. من بعد غادي نشدو واحد المول ديال 24 سنتيمتر، اللي عنده مول صغار من هذا يقدر يدير 20 احسن. انا درت هذا المول ديال 24 سنتيمتر، ما عنديش واحد صغير بزاف باش تجيكم طالعه وتجي في الشكل ديالها زوينه.
انا عندي هذا هو الصغير 24. غادي نشدو هذا البسكويت ديالنا، غادي نفرغوه في المول ديالنا. غادي نثبتوه مزيان. غادي نثبتو هذا البسكويت ديالنا مزيان في المول. ومن بعد غادي نشد واحد الكاس ونزيد نثبتوه مزيان بالقاع ديال الكاس باش يجينا مفيني مزيان. بهذه الطريقه. بطبيعه الحال كلشي تيعرف يدير الطريقه سهله. ضروري ما نطلعوا الجوانب واحد شويه، الجوانب يكونوا شويه طالعين باش يجينا حتى الشكل ديالو زوين. اللي بغى يدير البسكويت ديال اللوتيس هو تيجي من ألذ ما يكون، واخا هو شويه داير الثمن ولكن تيجي بنين بزاف. حتى هذا اللي درت انا تيشبه الجولدن اللي تنشري كاين في المغرب. بسكويت هو فيه واحد اللذه من داك الشهر، فيه لذه رائعه. تبتنا على هذا الشكل. دابا غندخلوه للثلاجه باش يبرد، على الاقل غادي يبقى واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه باش البسكويت يشد لينا لا فورم في المول. الله يجازيكم بخير. اللي اول مره تيشوف هذه القناه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس فضلا وليس امرا. ما تنسونيش من لي لايك. الله يجازيكم بخير للتشجيع فقط. دابا غادي ندخل المول ديالي للثلاجه باش يبرد ويتماسك البسكوي مع بعضياته، ومن بعد غادي نمشيو باش نحضروا الكريمات ديالنا. بعد ما درنا البسكوي ديالنا في الثلاجه باش يتماسك ويبرد ويشد لا فورم مزيان، غادي نشد واحد الجبانيه غادي نديرو فيها 300 غرام ديال الجبن ديال الدهن. اي جبن بغيتو، ضروري ما تحيدوا من داك شويه ديال الماء تيكون فيه. اي جبن ديال الدهن بغيتو ديروه، اللي بغيتو نتوما على حساب. ثلاثمية غرام غنزيد عليها 300 غرام ديال الجبن ديال اللي بغيتو ريكوطا ولا اي جبن عندكم في الدار ولا اللي تيعجبكم. انا درت الماسكاربون. غادي نخلطهم مع بعض مزيان. ما غاديش نستعمل الخراب الكهربائي، غنخدمهم غير بسباتولا هذه. حتى تيتخلطوا ليا مزيان. دابا الحال سخون راه دغيا غادي نخلطهم مزيان بهذا الشكل. غنزيد عليهم واحد شويه ديال الجيلاتين غابره، درتو مع 2 معالق ديال الحامض. هذا الجيلاتين غادي يخلي لينا الكريمه غادي تتماسك، ما غاديش تبقى مطلوقه، غادي تتماسك بسرعه.
نخلطوه مزيان مع شويه ديال الحامض ونزيدو على هذا الخليط ديال الجبن اللي درنا. ونخلطو مزيان، نعكو هادشي مزيان. اللي بغى يدير الخلاط الكهربائي يديرو. غادي نزيد عليهم واحد مبشور ديال حامضه ونص ونحرك مزيان. اللي ما دارش الجيلاتين يدير 2 معالق ديال الحامض ولا 10 سنتيلات ضروري من الحامض في هاد لاكريمه هادي باش يجينا المذاق ديال الحامض في لاكريم حتى هي ملي نكونوا ناكلوا فيها تيجيك المذاق ديال الحامض. غير بالسباتيلا تيتحرك تيتخلط مزيان. غادي نحطو هاد لاكريم ديالنا على جنب اللي خلطنا ديال الفرماج وغادي نمشيو باش نحطو الكريمه السائله. غادي نديرو 200 ملي وتكون بارده مزيان باش تطلع لينا بسرعه وتجينا الوصفه ناجحه 100%. هذا غنخليوه على جنب هنا. هذه هي الكريمه ديالنا. غادي ندير 200 ملي، هذه فيها تقريبا فيها 500. غادي ندير 200 ملي ديال الكريمه السائله وغادي نطلعها. في الاول غنبداو غير بسرعه قليله، غير بشويه بشويه. باقي ما درتش البريز. في الاول غندير السرعه غير بشويه بشويه. بعد ما حضرنا الكريمه ديالنا تتجي بهذا الشكل، غادي نجيبو الخليط ديال لي فروماجين اللي درنا غادي نزيدو عليها وغادي نمزجو الكل. غادي نخلطو غير بيدينا بلا طراب حتى تتماسك العناصر مزيان مع بعضها. اللي بغى يدير الطراب يديرو. غادي نخلطو مزيان. الا درتو هاد السباتيل الطراب اليدوي ضروري ما تخلطوا العناصر مزيان مزيان حتى تتنسجم مع بعضها ضروري. بعد ما خلطنا ضروري ما ديروا من الاحسن الطراب الكهربائي باش تخلط لكم الكريمه مزيان على هذا الشكل. تخلطت جميع العناصر مع بعضها. ضروري ما تنسوا في الكريمه نسيت واحد 2 معالق ديال السكر صغير، 2 معالق على حسب الحلاوه اللي بغيتو نتوما. بعد ما تماسك لينا البسكويت ديالنا في الثلاجه 4 ساعات، دابا غادي نفرغوا هذا الخليط ديال الكريمه ديالنا هنا. اللي بغى الكريمه قليله نقص،
الكميه راه عطاتني كميه كثيره بزاف. غادي نسرحو على وجه البسكوت كامل. وما تنساوش واحد 10 سنتيات ديال الحامض، 10 سنتيات ديال الحامض، وجوج معالق كبار في الكريمه ديال السكر على حساب الرغبه. سكر ثقيل انا نسيت ما درتوش. هاد الطورطه تتجي بارده ومنعشه في الصيف، تتجي لذيذه بزاف، خصوصا مع هاد جوج انواع ديال الفرماج اللي درنا. الكريمه السائله تيعطي واحد النتيجه رائعه. انا غادي نقاد ليها الوجه مزيان ونتلاقاو. غادي ندخلوها تبرد بعد ما قاديناها نص ساعه وتماسك شويه مزيان، ونمشيو نحضروا الكريمه ديال الحامض مجموعين. بالنسبه للكريمه ديالنا، الكريمه ديال الحامض، عندنا كاس ديال الحامض، كاين جوج حامضات معصورين عطاوني كاس. عندي كاس الا ربع ديال الماء ولا نص كاس ولا ربع اللي بغيتو على حساب الحموضه اللي بغيتو نتوما. عندنا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، وغادي ندير جوج معالق كبار ديال كريم باتيسير. اللي ما بغاش الكريم باتيسير يدير النشا. جوج معالق كبار. غادي نخلط كلشي على عافيه مهيله. نخلط قبل ما نحطو بالعافيه، خاصنا نخلطو مزيان. غادي نستعمل الفوي. غادي نخلطو هاد العناصر مزيان ومن بعد غادي نحطها فوق النار مع التحريك المستمر حتى تيعقد ليا الخليط ديال لاكريم. غادي نحطو لاكريم ديال الكريمه ديال السيترون فوق البوطه فوق النار. غادي نبقاو نحركو مع التحريك المستمر، النار على عافيه مهيله حتى تتعقد لينا الكريمه ديالنا، ونطفيو عليها ونخليوها شويه تبرد. غادي نديروها فوق تشيز كيك ديالنا. ملي غادي يبرد شويه وتشد الكريمه راسها في الثلاجه. ما نزيدوش من التحريك حتى يعقد لينا الخليط ديالنا، الكريمه تولي عاقد. هذه هي الكريمه تاعتنا ديال الحامض بعد ما خليناها بردات واحد شويه. دابا غادي نصبوها على الطبق ديالنا بهذه الطريقه. راه تتجي من ألذ ما يكون، تجي بنينه بزاف. ضروري نجربوها بهذه الطريقه البسيطه، ونشدو المول ديالنا وندوروه على هذا الشكل باش الكريمه تمشي في جميع الجهات. تتجي رائعه من داكشي الرفيع ولا اروع. غادي نزينوها بواحد الشرائح ديال الحامض بالطريقه. التزيين تيبقى على حساب ذوق كل واحد. ولا تحكوا فوقها من الجناب المبشور ديال الحامضه، تتجي رائعه من داكشي الرفيع، والمذاق ما نقولش لكم عليه. واللي اول مره تيشوف هاد القناه وصادفه بالصدفه في اليوتيوب يدير الاشتراك يشارك يدخل، مرحبا به، مرحبا باي واحد واي اخت واي اخ. وما تنساونيش من لي لايك. الله يجازيكم بخير. دابا غادي نديو الطورطه تاعتنا، التحليه تاعتنا او الطورطه سميو كيف ما بغيتو، تشيز كيك ديالنا عفوا، غادي ندخلوها للثلاجه باش تبرد حتى تبرد مزيان وتماسك لمده 3 سوايع و 4 على حساب الثلاجه بارده وتتبرد ولا ما تتبردش.
المهم تنتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم، ونتلاقاو في الشكل النهائي بعد ما يخرج التشيز كيك ديالنا من الثلاجه، ونشوفوا النتيجه كيفاش دايره ان شاء الله. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها. التشيز كيك ديالنا تيجي رائع. التزيين تيبقى على حساب كل واحد، انا درت تزيين بسيط، ويمكن لكم ترشوا بالمبشور ديال الحامض من الجوانب. غندخلوها للثلاجه حتى تبرد، ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله.